مرحبا بكم الناس الكل في كويزين ماي. اليوم جبت معايا وصفة روعة اللي هي طارت التفاح. حاجة بنينة برشا وسهلة برشا زيادة. اقعدوا معايا للآخر وما تنسيوش باش تشتركوا في القناة وتخلي لي تعليقكم وتشجعوني بالبارتاج. لهنا باش نبداو بالمكونات متاعنا. بالنسبة للبات 300 غرام فارينة، 3 مغارف سكر محور، 150 غرام زبدة بحرارة الغرفة، بيضة ومغرفة صغيرة ملح. هذوما المكونات متاعي باش نخدم البات. تو كيما تشوفوا لهنا باش نحط النواشف مع بعضها. الفارينة حطيت فوقها الملح، وتو باش نزيد 3 مغارف سكر محور باش نحرك النواشف مليح، وبعد باش نزيد فوقهم الزبدة. نأكد ونعاود اللي الزبدة يلزم حرارة الغرفة. نحط الزبدة متاعي وتوا باش نبدأ نخدم في السابلاج. نحاول ندخل الفارينة في الزبدة، نخدمهم شوية بيدي هكاكا، ومن بعد باش نبدأ نفركهم بدي كيما تشوفوا معايا لهنا للي الفارينة تترمل مليح. كيما تشوفوا لهنا كملنا السابلاج متاعنا. تو باش نزيدوا العظيمة متاعنا، وباش نحط بحذايا شوية ماء. كيما تعرفوا انتي وكبر العظمة الحجم متاعها يختلف، تنجم تكون كبيرة تكفي ما نزيدوا معاها حتى شيء، تنجم تكون صغيرة زاد الفارينة عندها دور. تنجم تتشرب برشا تنجم ليه. دونك انا لهنا زدت مقدار مغرفة كبيرة متاع ماء مش اكثر، وبقيت اللم كيما تشوفوا. لم ما نعجنش. كيما تشوفوا هذه البات تحصلنا عليها. تو باش نغلفها باش ما تعملش قشرة وما تشيحش. دونك حطيت البابي سلوفان فوقها، وتو باش ندخلها للفريجيدير نخليها ترتاح نصيف ساعة، وباش نحضر الكريم متاعنا اللي باش نسقي بها الطارت. لهنا عندي زوز حكوك كريم فريش و200 غرام سكر باش نحطهم في الكسرول. هذه سهلة برشا، راهي طارت بتاع اليوم أسهل منها ما فماش. طريقة مبسطة جدا. نحط الكريم فريش وباش نزيد فوقها 200 غرام سكر. أنا بالنسبة للمول متاعي كبيرة شوي، دونك المول متاعو أصغر شوية. ينجم ينقص في المقادير بالطبيعة، يعمل في كل شيء شطر نصف المقادير اللي عملتهم أنا. نحاول نخلطهم شوية وتو باش نهز نحطهم فوق النار. كما تشوفوا لهنا باش نبقى نحرك للي الكريم فريش تولي سايلة، ومن بعد باش نخلي الماء اللي في وسط الكريم فريش يتبخر. كما تشوفوا بدت تسيب روحها وتتحل. شوفوا كيفاه ولات سايلة. تو باش نخليها تطيب فوق النار مقدار ما بين 10 دقائق و15 دقيقة. بعد نحاها فوق النار وخليها تبرد شوي. يلزم ديما نحركه كما تشوفوا لهنا. تفيض كيما الحليب بالضبط. هذه الكريم فريش والصوص متاعنا طابت، تبخر الماء متاعها الكل. تو باش نخليها تبرد تعدل البات. جبتها من الفريجيدير بعد ما بردت مليح وقصيت 4 كعبات تفاح كما تشوفوا لهنا. توا باش نبدأ نحل في البات. نجيب بابي كويسون كما تشوفوا يعاوننا برشا. البات كبست بالكدا، خليتها في الفريجيدير بزايد وقت، خليتها قريب نص ساعة مش أكثر. أما شدت روحها مليح بحكم زاد الطقس بارد، دونك حسيتها تكبست برشا. كما تشوفوا نحلها بالقلقال، نحاول نحلها بالتساوي بكلها. كما تشوفوا ما تلصقش على خاطر فيها برشا زبدة.
حليتها في كبر المول متاعي. تو باش نجيب مول التارت، نحط البات متاعي ونحاول نخليها تشد بلاصتها في المول ونخليها مرتوبة كما تشوفوا. مش نبدأ نخدمها بالاطراف متاع صوابعي، سي بون. البات شدت بلاصتها في المول. تو باش نحي الزيت بالسكينة. شوفوا معايا كيفاش تطاوع في الخدمة. شوفوا ما شاء الله قديه مرتوبة في المول. توا باش نجيب التفاح وباش نبدأ نحط فيه مرصف فوق بعضه بالطريقة هذه باش نعبي المول الكل. هنا كملت حطيت التفاح. توا باش نجيب الصوص تاع الكريم فريش باش نصبها فوقها بالتساوي. نحاول نعدي فوق التفاح الكل على خاطر باش تعطيه لقة وحمورة وكولور مزيان برشا في الفور. حطيت بالطبيعة الفور متاعي تسخن على أعلى درجة 350 أنا حطيتها. وتوا باش نعملو اللمسة السحرية اللي هي نجيبو مغرفة كبيرة متاع زبدة باش نحط شوية زبدة فوقها باش تزيدها بنة على بنة. لاستيوس هذه لازم منها راه تفرق في الجو بالزبدة ولا بليش زبدة. من المستحسن تحطوا الزبدة. وجبت واحدة سكر فاني توا باش نرشها فوقها. هذيك المش تعطينا الريحة الفاوحة برشا. هذه دخلتها للفور نص ساعة بالضبط. هذه التارت متاعنا. شوفوا ما شاء الله. قصيت الترانش هذه بعد ما بردت بالطبيعة نخليوها تبرد. ان شاء الله تكون وصفتي اليوم نالت اعجابكم. في وصفة جديدة اتري بيانتو. باي باي.